صباح الخير. جدة مازن صديقي توفت، ادعوا بالرحمة يا رب والمغفرة. صحيت بس انزل على طول بقى اروح عشان هي بعد صلاة الظهر الجنازة ان شاء الله، ما عادش وقت يعني، فنلبس وننزل على طول ان شاء الله. جهزنا. ما اعتقدش ان انا اصور حاجه بقى عشان نلحق الصلاه ان شاء الله وقبل ما نروح المسجد وكده، فيلا بينا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عاجبني الكادر ده، استنى كده. ماشي. طبعا في ايام كتير عدت وفاتت، ما عرفتش اصور عشان ضغط الفاينل وكده، احنا ايام فاينل دلوقتي، ممكن الفلوج ده اصلا ينزل بعد الفاينل. بس انا كنت عايز اقول الموقف اللي حصل معايا علشان مهم ان احنا نوعي في الحته دي. الفلوج ده هيبقى مختلف عن الاربع او خمس فلوجات اللي فاتوا، لان هم كنا ماشيين باسلوب معين نحاول ان احنا نمشي فيه كده عن مشاكل بتواجهنا كشباب. الفلوج ده بقى عام لكل الناس. اللي حصل ان انا رحت مدافن بعد ما يعني جدة منزل توفي، رحنا المدافن وحضرت يعني هما بيدفنوا جدته، فمن ثم الاقي حاجه انا ما شفتهاش غير في المشاهد، شفتها مشهد كده في مسلسلات رمضان، ما كنتش اعتقد ان الامر ده حقيقي. يعني اللي حصل ان لقيت راجل كده عجوز ومعاه راجل تاني، هو حرفيا يفصل مني اتنين طول بعرض كده ما شاء الله. بص بقى، اي كلام بيتقال هم بيعرفوا بس هي ذكر ولا انثى، ويبداوا بقى ايه، ربنا يرحمها ويغفر لها. هم ولا تبع توفيه ولا تبع اي حد، مش تبعنا اصلا، هم تقريبا موجودين في المدافن عشان يعملوا الموضوع ده. ربنا يرحمها، ويقعد يعلي في صوته بقى في حتت معينه كده، ربنا يرحمها ويغفر لها مش عارف، ويقوم قايل اي صوره. يعني هو بيجيب صور عشوائيه كده الاقيه بيقولها يعني بطريقه عجيبه. فالمهم انا سبتهم شويه كده، ويلف بقى على كل واحد، الراجل المليان ده الكبير ده يلف على كل واحد يقول له ايه، صدق على روح المتوفي، صدق على. فالمهم انا بصيت له نظره حد كده وما ردتش عليه. بعد كده جيت وهو واقف على باب المدافن بالظبط، باب الحته التاني اللي اتدفنت فيها جده مازن، رحت رايح له كده، راجل عجوز بقى، ما عرفتش الراجل الجد ده مثلا، رحت الراجل العجوز وقلت له
كلام ربنا مش مادة ان احنا نتاجر بيها، يعني خلاص بقى كفاية. طب كتر خيرك. فاللي انا عايز اقوله ان كلام ربنا عمره ما كان ماده ان انت تتاجر بيها. ظاهره غريبه، واعتقد ان هي موجوده في كل المدافن دلوقتي. انا اول مره بصراحه اشوفها واصادفها كانت المره دي، بس الموضوع فعلا ما عجبنيش خالص وما قدرتش ان انا اسكت عنه. وكذلك بقى لما هم لقوا بقى في ناس هنا جايه، في ناس هنا الناحيه دي بدات ان تيجي اتنين ستات منقبين جم، وبدا بقى يعني هم ايه، مجتمع بحاله جه بقى ويلفوا علينا واحد واحد. طب أنا مش عارف ايه، ربنا جعله في ميزان حسناتك، وست سليمه صحيح 100%. فرحت لها، بس انا تقريبا ما سجلتش الحته دي، بس ما قدرتش اسكت بصراحه. فرحت لها قلت لها يعني ما شاء الله انت سليمه والحمد لله وبتاع، ما تشتغلي، تحسبهم اغنياء من التعفف. يا جماعه الخير لما نلاقي ناس زي دول انت بتشجعهم وبتخليهم يستمروا بان انت بتديلهم او ان انت بتصدقهم. في ناس فعلا بتبقى محتاجه، بس المحتاج ده مش هيمد ايده ويقول لك انا محتاج بالطريقه دي ابدا، اطلاقا. زي ما قلت لك تحسبهم اغنياء من التعفف. فلما تلاقي ظاهره زي دي او تلاقي ناس زي دول، ما تديلهمش خالص ولا تعبرهم، وبالتالي هنقلل من الظاهره دي في البلد، لان دول بجد بيعكسوا صوره وحشه عننا وعن البلد، وده يعني حاجة بصراحة ما نحبش نشوفها خالص. الواحد بتحصل له مواقف يومية كده هي اللي بتجعله والله بيفلوج أصلا. يعني هو إن أنت تطلع بالعبرة من المواقف اللي بتحصل معاك وتشاركها مع الناس. وجينا لفقرة الرد على أسئلتكم. أنا عارف والله إن أنا المفروض كنت أرد أصلا في الفلوج ال20، وبعد كده رجعت قلت لكم في الفلوج ال21، بس ما عرفتش، فهنرد إن شاء الله في الفلوج ده على كل أسئلتكم. الأسئلة اللي أنا بجاوب عليها دي فهي اللي اتبعتت لي على البوست اللي أنا نزلته على اليوتيوب قلت لكم اسألوني، وعلى الفيديوهات بشكل عام بقى اللي أنا نزلتها على القناة. في بعض الأسئلة بتجيلي عليها بصراحة بشوفها كويسة ولازم نرد عليها يعني، فهنرد عليهم إن شاء الله. ونسيت اقول ان انا برضه هرد على الاسئله اللي انا ملحقتش ارد عليها في فيديو Q&A اللي فات يعني. اول سؤال بيقول ازاي اخترت الكليه والجامعه؟ اختيار بناء على ان انا فضلت اجرب كتير قوي. يعني انا طول مرحله اعدادي وثانوي كنت بجرب قبل ثالثه ثانوي. يعني انا مرحله التجارب دي انتهت قبل ثالثه ثانوي. بدات ان انا اجرب انا بحب ايه وعايز ايه، وانت ماشي بتبدا تنتهي بعض الاحلام. يعني بتبدا مش تنتهي ولكن بتتغير الاحلام. بمعنى من وانا صغير لغايه تالتة اعدادي فانا كنت عايز ابقى مهندس. من بعد تالتة اعدادي بدا يتغير الحلم وبدات تتغير الوجهه وبدات تتغير الاهداف، وبقيت مايل للمجال الطبي. ايه المجال الطبي اللي كنت عايزه؟ ما كنتش محدد قوي، بس انت بتبدا تشوف السوق، تبدا تشوف ليك فرص فيه قدام، واللي انت قدراتك ميولك اهدافك وطموحاتك وده كله ممكن يتحقق فيه. وممكن تكون الوجهه مش واضحه بالنسبه لك بس ممكن بعد كده توضح. بمعنى انا كخضر كمحمود انا بحب جدا 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 كليه اعلام وكليه تربيه. بناء على ده فانا ممكن اوظف الحاجات دي في كليه علاج طبيعي عادي جدا. ميولي الاعلاميه ممكن ان انا اوظفها من خلال قناه اليوتيوب اللي انا عاملها حاليا واللي بكلم حضرتك عليها. وميولي في مجال التدريس وكليه التربيه ممكن اوظفها في ان انا اشرح المواد اللي عندنا في علاج طبيعي لزمايلي او بشكل عام. فبكده انت قدرت ان انت توظف الحاجات اللي عندك، وفي نفس الوقت انت في المجال اللي انت بعد كده يوفر لك حاجات كتيره قوي تقدر تساعدك يعني في مستقبلك باذن الله تعالى. فده باختصار يعني. فازاي تختار الجامعه او الكليه؟ الجامعه اختار جامعه قريبه منك، يعني انت اكيد مش غاوي بهدله، وده يعني بتختلف بقى على حسب التنسيق وكده. الكليه حاول تعرف انت بتحب ايه وتختاره وبناء عليه تدخل. بلاش مصطلح كليات القمه لان ده ما بياكلش عيش. يعني في ناس كتير قوي اعرفها عملت شيفت كارير بعد ما خدت هندسه عادي جدا. فاعرف انت عايز تدخل ايه من الاول وانت بتحب ايه وهتتميز في ايه. تاني سؤال من آية اشرف، ازاي حسنت من نفسي بشكل عام وايه المغزى من قراءتك؟ اعتقد قصدك ازاي حسنت من نفسك وايه المغزى من القناه. ازاي حسنت من نفسي؟ من وانا في ثالثه اعدادي او الفتره بتاعت اعدادي دي وانا بدات اسمع بودكاستات، بدات اتابع ناس انا شايف ان هم هيدوني قيمه وفائده، وده اللي انا بقوله لكم. لو لقيته في قناه ما بتديش فائده وانت مش مستفيد منها اعمل لها ان سبسكرايب واشتغل الاشتراك. المحتوى اللي بقى حاليا دارج يعني معظمه بقى محتوى ما فيش منه فايده، فالناس دي ما تتابعوهاش عشان بجد محتوى بينتشر اكتر لما بنتابعها او لما بنشوفها. فبالتالي بتطلع اجيال غريبه يعني. فانا كنت مهتم ان انا اسمع ناس بتطور من عقليتي وتفكيري، وبدات ان انا برضو اعدي الكلام اللي انا بسمعه ده. يعني مش اي فكره انا خلاص باخدها زي ما هي كده خلاص انا كده خدت الفكره دي حطيتها، لا انا كنت بعديها على مخي الاول.
الفكره دي بحللها كده واظبطها تمام خلاص. ده اللي بقى شايفه ان هو يعني خلاني اكسب حاجات بجانب بقى الانشطه الطلابيه. انا كنت في اتحاد طلبه وكده، فده فادني جدا يعني ان انا صغير في حاجات كتير قوي. ممكن نبقى برضه نعمل فيديو على الموضوع ده. وايه المغزى من القناه؟ المغزى من القناه ان انا كان نفسي يكون لي اثر، والاثر ده ممكن يكون ممتد لسنين قدام. وبحاول ان انا اعرفكم ان زي ما في محتوى كتير قوي غير هادف موجود، في برضه محتوى كتير قوي هادف وموجود، وفي شباب زي الورد موجودين على المنصات، ولكن محتاجين دعم ومحتاجين انتوا تشجعوهم ومحتاجين انتوا تتابعوهم علشان نقدر ان احنا نخلي في ناس كتير قوي من الناس اللي بتقدم محتوى، والشباب الواعد والناضج والواعي. فبحاول ان انا اشجع غيري. في ناس كتير قوي نفسها انها تعمل المحتوى ده، او ان هي يعني تقدم خطوه في ده، بس مش عارفين. فاديني بقول لكم لو انت فعلا شخص ناضج وواعي ولك القدره على ان انت توصل فائده، فكيب جوينج يا باشا وكمل. وهتلاقيني انا اول حد تبعك، لان انا مفيش حد ساعدني في بدايتي، فاحب اساعد غيري يعني. والطريق شاق يعني، بس انا بحب. فالمغزى من القناة عشان برضو ما وضحتش، يعني المغزى من القناة ان احنا نناقش المشاكل اللي بتواجه الشباب، ونحاول ان احنا نلاقي ليها حلول في وسط ما في دايرة من المشتتات كتير قوي. وكذلك ان احنا نوجه طلاب الثانوية العامة، وكذلك ان احنا نحاول نديلكوا يعني لمحة عن الكليات الطبية والمجال الطبي بشكل عام، وخصوصا بقى علاج طبيعي اللي هو مجالي. ممكن تبقى في حاجات مختلفة على القناة. انا بصراحة عندي خطط كتير قوي بس قدام ان شاء الله. عموما يعني ممكن نتكلم عن بناء جيل واعي وناضج. ده بصراحة اللي أنا شايفه ممكن يكون هو المغزى من القناة، واللي أنا بحاول أوصله في فيديوهاتي. سؤال جميل قوي، أنا كنت ناوي أعمل أصلا عنه فيديو كامل يعني، بس هنحاول نرد على قد ما نقدر، وإن شاء الله لو نقدر نعمل فيديو عنه فهنعمل، لأن ده شيء وجيه لنا شخصيا. ألا وهو بتقول جودي أشرف، ممكن تكون أخت آية أشرف اللي لسه مجاوبني ولا مش عارف. ممكن عايزة نصيحتك، أختي تالتة ثانوي جت في الشهر ده وبقت تنام كتير قوي يعني، وبقت سلبية شوية، وبرضه بتقعد على الموبايل. إحنا في البيت مش عارفين نعمل إيه. هي شاطرة، عايزة أعمل حاجة أغير لها وضعها عشان مش عايزة بيتنا يبقى فيه سيناريو مش حابينه آخر السنة. يا ريت تقول لي أعمل إيه. فإن جزاك الله خير إن أنت يعني مدورة على أختك مهتمة بالموضوع، ونفسك إن أنت تغيري لها الوضع، وده يعني المفروض إن إحنا كلنا نفسنا نشوف إخواتنا يعني في أعلى مكان. بالنسبة للحتة دي فهي واجهتنا كلنا. مفيش حد في ثانوية عامة عدى عليه إن هو مفيش وقت كان بينام فيه كتير وخلاص تعبان وطيق من السنة وبتاع، وبتحاول بقى إن هي إيه خلاص يعني عايزة السنة تنتهي وخلاص. أنا عايزة فعلا السنة تنتهي وخلاص بقى، إن كانت بقى النتيجة. دي فترة عدت علينا كلنا وطبيعية جدا جدا جدا. الفكرة نتعامل معاها ازاي؟ ان احنا نحسسها ان احنا جنبها، ما نضغطش عليها اكتر ما هي مضغوط عليها. نحاول ان احنا نهون عليها، نقول لها ان الخيل اذا شرفت على خط النهاية بذلت قصارى جهدها لا تفوز بالسباق. خلاص ما عادش غير 30 يوم، يمكن قال في وقت ما انا نازل الفيديو ده 30 يوم وهي بداية النهاية بقى. خلاص بداية نهاية الثانوية عامة. تبدأ مع أول امتحان، هتبدأ تلاقي الشهر بتاع الامتحانات ده أصلا بيطير يعني. تلاقي بعد كده تدخل في التنسيق، بعد كده الكلية، ويا ترى بقى الكلية تبقى إيه ومش عارف إيه وده كله، هتدخل في الحاجات دي كلها. فخلاص هي هانت يعني، مش هنيجي بقى على آخر الفترة دي وهنتعب. نحاول نوصل لها إن هي عملت قصارى جهدها، وإن إحنا واثقين فيها، وإن إحنا فخورين بيها، وإن إحنا مبسوطين باللي هي وصلت ليه، وإن خلاص بقى إحنا مستنيينها كل تعب السنة ده تكلله بقى بإن هي في النهاية تخش الامتحانات وتقدر إن هي إيه تجيب اعلى الدرجات. فنحاول نوصل لها كل المعاني دي، نحاول نوصل لها كل المعاني دي، وان هي خلاص هانت يعني. الفتره دي التعامل معاها نفسيا اهم حاجه. وان شاء الله لو نعرف برضه نعمل فيديو على الحته دي هنبقى نعمله باذن الله. انا اصلا عملت لايك على الكومنت ده عشان كنت عايز اتكلم بشكل اوسع عن النقطه دي، فان شاء الله لو قدرنا نعمل ده هنعمله ان شاء الله. استكمالا للرد على اسئلتكم اللي بتجيلي على الفيديوهات، فكان في حد في الفلوج اللي قبل اللي فات بيقول لي عملت ايه مع الفيزياء، خصوصا ان انا كان عندي مشكله معاها. هي مش مشكله قوي يعني، هو كان سوء تفاهم بصراحه يعني. انا ما كنتش فاهم يعني الماده دي من اين تؤكل الكتف. حليت الازمه دي بان انا حليت كتير وتابعت مع المدرس اللي انا بفهم منه. مش شرط عشان فلان بيشكروا فيه فاروح اخد معاه، لا مش شرط خالص. تابع مع مدرس انت بتفهم منه وهتلاقي الدنيا كويسه جدا. تابع مع مدرس انت بتفهم منه من اول السنه. بس بما ان انا خلاص في الاخر يعني، حل يا باشا كتير، حل يا باشا كتير كتير كتير، وتعرض لاكبر كم من الافكار، وهتلاقي المادة في الجيب يعني. وفي النهاية عايز اقول لكم ان انا بشوف كل تعليقاتكم. كان في برضه حد معلق لي بيقول لي كثرة التفكير بصراحة مشتت قوي، فنبقى نتكلم يعني عن كثرة التفكير او الحل وات ايفر يعني. طيب ان شاء الله نبقى نتكلم عنه في فيديو. بس الفترة دي زي ما انا قلت لكم احنا في فترة فاينل، فباذن الله قربت اخلص يعني وهنتفرغ لهذا. فربنا ينفع بينا يا رب، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفاية بقى، كفاية كفاية، نشوف بقى انتوا رايحين.
يا رب، بس اصل دي مش مادة ان احنا ناخد على يعني، والحمد لله في صحة مش ممكن همارس. ننزل نشتغل صح؟ طيب في صحة يعني انا دراع ماشي لو اوريهولك. والله في ناس طيب اكتر من انا كده، اوريك. بس مش لدرجة ان انت تنزل كتير. طب هنعمل ايه طيب يعني؟ يا امي يا غصب يا امي، ابني والله مش بمزاج. تحسبهم اغنياء من اتعابكم. ربنا يرحمهم ويسامحهم يا رب.